بعد غياب طويل رجعت لكم بالجديد ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم حلوه نتاع اللوز والقرقاع اولا الملوزه اولا دوازاتاي، كل واحد اش كيسميها. المكونات جد بساط ومتوفرين في كل بيت. عواشركم مبروكه ويلا معايا تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. السلام عليكم غزالاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وسمحوا لي على هذا الغياب الطويل. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الغريبه اللي ديجا شاركتها معكم، ولكن اليوم غنديرها بطريقه مختلفه تماما على اللي سابق. هنا عندي القرقاع مطحون، ها هو خليت منه باش نوري لكم. وهنا عندي اللوز مطحون، ربعه ديال اللوز، ربعه ديال القرقاع، واحد شويه من القشور الحامض محكوك، معلقه ديال الخميره ديال الحلوه ها هي، وكاس مع مرش ديال السكر سنيده، وعندي هنا بيضه. ولكن حتى نبقاو نجمعوا هذا الخليط هذا عاد غادي نعرفوا واش غنزيدوا ولا غيكفينا، وغنديروا واحد شويه ديال الملحه. دابا غادي ندوزو باش نخلطوا هذا الشيء. دابا غادي نبدا نكب هنا هذا الخليط تاع اللوز والقرقاع. هو ملي تكونوا كطحنوه ما تطحنوش بزاف تيطلق الزيت، وما تخليوش عاوتاني مهرمش، يعني تطحن نيشان. ها نتوما كي كيجي داير، ها طحون نيشان، ولكن هو ناشف مازال ما طلقش الزيت، باش في الجميع يجي لكم مزيان. كنزيد عليهم هاد السكر سنيده، قلت لكم كاس مع مرش. وغادي نزيد هاد المعلقه ديال الخميره د الحلوه. ما ديروش ساشيه كامله لان هي غادي تشقق، وإلا درتو ساشيه كامله غادي تزيد تشقق وغادي تسيح. غير معلقه راه كافيه. وهاد شويه نتاع الحامض، القشور د الحامض محكوك حتى هو كنضيفوه هنا، كيعطي نسمه على حسب الذوق، اللي بغى يديرو اللي بغى ما يديروش، كل واحد والاختيار ديالو. وواحد شويه ديال الملحه، ضروري من الملحه لان كتعادل لينا الذوق. وغادي نخلط هذا الخليط مزيان حتى يتخلط مع بعضه. عاد نبدا ندير البيض. خلطته مزيان تتخلط. دابا غنبدا ندير البيض بالتدريج. هنا راه عندي جوج بيضات ولكن صغار، راه ماشي كبار بزاف. وغادي نخلط ونشوف الا كان خاصني غادي نزيد، وإلا كنتو غادي ديروا نصف من هاد الكميه ديروا غير بيضه وخلطوا وشوفوا. الا خصكم زيدوا، غير هو دائما كنزيدوا بالتدريج باش الا خصنا كنزيدوا والا ما خصناش صافي هو هذاك. دابا غادي ندير يدي. بسم الله. لا بسم الله راه كنقولوها في الاول، ولكن حتى فاش كنجيو نديروا يدينا يعني ضروري نقولوا بسم الله. ها هو كيبان ليا راه ناشف. نزيدو كله نخلط ونشوف. راه خصها تجي معلكه. دابا فزت لها البيض، شوفوا كي جات دايره. وغادي نخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق بين ما صايبت اللاطه اللي غادي نصايب فيها، ونرجع معكم ان شاء الله. دقائق. دابا غادي نحيدو لها هاد البلاستيك الغذائي وغادي نبداو نكوروها. هنا عندي شويه ديال الماء ديال ماء الزهر كنديرو فيه يدينا بحال هكا، كندهنوا به اليدين ديالنا. عاد كنبداو نكورو هذا الخليط هذا باش ما كيلصقناش في اليدين. هذا علاش بحال هكا. وكنحطوا السكر كلاصي. هنا في هذه المرحله هذه كنبقاو غير كنكورو وكنحطوا، وما كنقيسوش كاع السكر كلاصي. علاش؟ لان باش ما نخلطوش يدينا حتى نعمروا بعدا هذا الطبسيل اللي فيه الكويرات، ونغسلوا يدينا ونمسحوهم مزيان. عاد نبداو نفندوا هذاك الكويرات بحال هكا مزيان في السكر كلاصي. خصهم يهزوا لينا السكر باش ماشي طيب وتجي ناشفه ما فيهاش. هكا غنديروهم في يدينا وبحال هكايا، وغادي نعاود نرشمهم بالموس. يعني هاد الطريقه كتبقى اختياريه، الا بغيتو ديروها الا بغيتو ما ديروهاش.
على حسب كل واحد حنا كنشدوها بحال هكا كنبقاو نشقوها في الجنب وحده مورا وحده. هانتوما غير كنتكو غير واحد شويه بالموس باش ملي كطيب كتعطينا واحد النظره زوينه. ها فاش كنكملوها بالموس كنديروا فيها واحد اللوزه بحال هكا من الفوق. هانتوما هاد الطريقه راه غادي تعجبكم اكيد، كتبقى اختياريه اللي بغى يديرها اللي بغى ما يديرهاش. وكنحط في اللاطه، انا راه مصايبه اللاطه هنا حدايا. هانتوما اللاطه راه حدايا وغادي نبقى كنفند في هاد الكويرات بحال هكا وندير في يدي باش داك السكر ما يعمركمش زعما يبقى يسيح في كلشي. وانا كنشقق فيها وحده مورا وحده هكا في الجنب، كتجي على شكل وريضه. انا عجبتني الفكره وبغيت نشاركها معكم. ها نتوما وكنحطوها هنايا، هنا كنحاولوا ما امكن نخليو واحد ليسباس ما بيناتهم. واللي بغى يدير حتى كيف ما كنديروها العاديه الملوزه العاديه اللي كنديروا فوق منها نص قرقاعه، يدير نص قرقاعه ماشي مشكل، يعني بحال اللوز بحال القرقاع اولا شي فروته اخرى. ديك الفروته نتاع التزيين اللي كتكون مرقده حتى هذيك. وهكا غادي نستمر حتى نكمل كلشي هذا الخليط ديالي هذا وغادي نتلاقاو ان شاء الله. هذه هي الحلوه من بعد ما كملتها غادي ندخلها للفران اللي مسخناه، غادي نحطها غير من الفوق، نخلي لها النار من التحت، النار تكون مهيله ماكسيمو 10 ديال الدقائق ونحيدوها، ما تخليولهاش نتشعلوش عليها من الفوق غادي تحرق لكم السكر كلاصي وحتى اللوز. ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الملوزه او الغريبه باللوز والقرقاع. كنتمنى تعجبكم وكنقول لكم عواشر مبروكه وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه والتتبع، وشكرا للناس اللي كيسولوا فيا، راه كنقرا التعاليق ديالكم. شكرا بزاف بزاف لهلا خطيكم عليا وخليت لكم راحه الله وحتى شي فيديو جاي ان شاء الله.